اوعى تشتري بط او وز ابتداء من النهارده، من اول ما تسمع الفيديو ده اوعى تشتري بط او وز يكون معمول جاهز في المحلات. ليه ما اشتريش بط ووز جاهز؟ ما الناس كلها بتبيع في المحلات، ايه المشكلة؟ طيب في انواع بط ووز مجمد اوعى تشتري. طيب ليه يا جماعة؟ تعالوا نعرف السبب. النهاردة هقول لك على كنز. عارف كنز اغلى من الذهب؟ معلومة النهاردة لما تعرفها هتبقى اغلى في القيمة بتاعتها من الذهب. الكبدة بتاعت البط والوز. الكبدة بتاعت البط والوز دي يا جماعة بتتباع بآلاف الجنيهات. آلاف الجنيهات. تخيل حضرتك لما تروح تشتري بطة أو وزة جاهزة بتاخدها من غير الكبدة بتاعتها، وبتبقى فرحان جدا ان انت واخد حاجة طعمها حلو قوي وجميلة قوي، لكن الفايدة والقيمة الغذائية بتاعتها اهم حاجة فيها الكبدة. طب الكبدة مهمة في ايه؟ اذا كان اللحم نفسه بتاع البط والوز في قيمة غذائية جامدة. المعلومة بقى الجديدة اللي انت لازم تعرفها النهاردة ان الكبدة بتاعة البط والوز اقوى من اي نوع فياجرا موجود في العالم، وبتسمى ان هي اسمها الفواجرا. الفواجرا في بلد فرنسا بتقدم الكبدة بتاعة الوز لوحدها بآلاف الجنيهات، وده طبق شهير جدا موجود في المطاعم الفرنسية. يعني الكبدة اللي احنا مش بنهتم بيها، ولما بنشتري الحاجة من المطاعم بنشتريها من غير كبدة وبنبقى مش مهتمين بالموضوع قوي، ده طلع موضوع مهم جدا. النهاردة انا لما اكون ببيع ليك البط والوز واخد انا الكبدة دي لوحدها ابيعها، اعمل سيرش على النت شوف سعر كبدة بتاعة البط بيتباع بكام ألف وسعر كبدة الوز بيتباع بكام. هتفاجأ ان في ناس مخصصة بتشتري الكبدة دي وبتدفع فيها المبالغ دي، وحضرتك بتخسر. لما بتروح تشتري اللحمة بس انت بتخسر الكبدة بتاعتها. لا، ده انا ممكن اشتري الكبدة ولا اكل البطة كلها ولا اكل الوزة كلها. الكبدة دي اهم حاجة يا جماعة، خلي بالك المعلومة دي مش اي حد بيقولها لك. دي انت لو ان انت واظبت على اكل الكبدة بتاعت البط والوز هتبقى اعظم رجل في العالم. هي مفيدة للرجال بس؟ لا، هي مفيدة للرجال وللسيدات. مفيدة للرجال وللسيدات. القيمة الغذائية بتاعتها وزي ما قلت لكم هي بتعد اقوى من اقوى نوع من الفياجرا، سواء للراجل او سواء للست. ابتدي من النهاردة وخلي الاكل بتاعك يكون فيه لازم كبدة البط وكبدة الوز، وشوف حياتك هتتغير بأي شكل وبأي درجة، وهتبقى راجل أو ست تقدروا تهزوا العالم من القوة اللي جواك. جرب وادعيلي، وفي التعليقات كل واحد يكتب يقول هل هو جرب فعلا أكل كبدة البط والوز وكان تأثيرها ايه معاه، وهل المعلومة دي كانت عندك ولا انت اول مرة تسمعها. يا ريت نشارك الفيديو مع كل الناس اللي احنا نعرفهم علشان يستفيدوا بالمعلومات وبالكلام اللي احنا بنقوله، ونسمع التجارب والتعليقات بتاعتكم زي ما احنا متعودين. ما تنساش تعمل اشتراك في قناة كلام له معنى على اليوتيوب، ومتابعة واعجاب بصفحة كلام له معنى على الفيسبوك. اشوفكم يا رب بكل خير وحلقة جديدة من كلام له معنى وجمال هاشم. السلام عليكم.